فيديو النهارده هيكون عن حديث صحيح وجزاؤه الجنة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر إن اللي هيعمل الحاجات اللي هنقولها دلوقتي في يوم واحد هيكون من أهل الجنة بإذن الله. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابة فسألهم: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فسكتوا، ورد سيدنا أبو بكر من وسط الصحابة وقال: أنا يا رسول الله. بعد كده قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ مين مشي ورا جنازة النهارده؟ فقام برضه سيدنا أبو بكر وقال: أنا يا رسول الله. بعد كده قال: من منكم أطعم اليوم مسكين؟ فسكتوا، ورد برضه سيدنا أبو بكر وقال: أنا يا رسول الله. وكمل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته وقال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ مين فيكم النهارده زار حد مريض؟ فرد برضه سيدنا أبو بكر وقال: أنا يا رسول الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني الأربع حاجات دول لو بني آدم عملهم في يوم واحد إن شاء الله هيكون من أهل الجنة. الحديث ده فعلا عظيم قوي، وبيبين لنا قد إيه إن صيام التطوع أجره عند ربنا كبير قوي، اتباع الجنازة وقد إيه إن ثوابها كبير، وإنها أكتر حاجة ممكن تفكرك بآخرتك، لأن البني آدم مهما طال عمره فمكانه تحت التراب. كذلك إطعام المساكين وعيادة المريض، ودي كلها عبادات مهمة قوي وأجرها عند ربنا انت ما تتخيلوش. دول 4 خصال النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بان اللي يعمل الحاجات دي في يوم واحد هيكون ان شاء الله من اهل الجنه. نعيدهم مع بعض تاني: الصيام، اتباع الجنازه، اطعام المساكين، زياره المريض. تاجر مع ربنا بالخير، لان دي التجاره الوحيده اللي نسبه الربح فيها 100%. تجاره ما فيهاش خساره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. طب يا سيدي انا عايز ابقى من اهل الجنه وعايز اطبق الحديث ده، بس صعب ان اعمل الحاجات دي في يوم واحد. انا هقول لك يا سيدي ازاي تعمل الاربع حاجات دول في يوم واحد. حضرتك هتفضي نفسك يوم واحد بس في اي وقت انت تحبه، وهتوهب نفسك فيه لربنا. هتعمل ايه في اليوم ده؟ اول حاجه هتنوي قبل اليوم ده انك هتعمل الاربع حاجات دول، وان ربنا يقويك عليهم ويقدرك انك تعملهم. هتقوم صايم اول حاجه. تاني حاجه، في مساجد كتير جدا معروفه بانها بتشيع جنازات كتير، حضرتك هتروح المسجد الفلاني هتصلي فيه على الميت وهتمشي في الجنازه بتاعته. مش شرط يكون الميت ده قريبك او حد تعرفه، انت بتعمل ده لله، بتعمل ده عشان تفوز بالجنه. كده فاضل حاجتين: اطعام المساكين وزياره المريض. والمساكين في زماننا ده مفيش اكتر منهم والله، ودي حاجه ما اعتقدش انها هتبقى صعبه عليك. نيجي لزياره المريض. والله لو انت مفيش حد في عيلتك تعبان او مريض ومش لاقي حد تزور، المستشفيات عندك مليانه، زور اي حد واجبر بخاطره. الشخص المريض فعلا بيبقى محتاج الزياره، محتاج اللي يهون عليه، ودي فعلا عباده بتاخد عليها اجر انت ما تتخيلوش. حاول تداوم على العبادات دي من وقت للتاني، يعني كل فتره كده اعمل الاربع حاجات دول، اوهب نفسك لربنا وتاجر مع ربنا وانت الكسبان والله.